الله عليكم. قال رحمه الله: وإليك بعض النصوص الدالة على الصبر والآمرة به والمحذرة من الخروج والناهية عنه. ففي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الله بن أسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات في عنقه مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية أبي سلام عنده يعني مسلما قال: وفي رواية أبي سلام عنده يعني مسلما قلت: يا رسول الله، إنا كنا في شر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية عنه أي عن عرفجة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟
قال لا ما صلوا. وفي رواية فمن قال لا ما صلوا. وفي رواية فمن أنكر بريء ومن كره فقد سلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا كانت بنو إسرائيل تسسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم عما استرعاهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعا ومن باع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط وهي كالتالي: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنهما، حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه، حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه، حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. فنقول يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام: الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. والكلام في الولاة والتجريح لهم علنا محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرما. الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور: منها إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، اختلاق مثالب وعيوب لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم، ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، استعمال من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم. وكل هذا من أنواع الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي سبق ذكره بلفظ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريرة أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فوا ببيعة الأول فالأول. الحكم الخامس يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة. فإن قال بعض الحزبيين أنا لم أبايع، قيل له إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا. صلى الله عليه. إن بيعة عريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. الحكم السادس يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الحكم السابع يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقوله: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. الحكم الثامن أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: من أنكر بريء ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع. الحكم التاسع على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام ينفرض. ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا، ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة. وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش، فأقول: يا إخواني، إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم دين الله في واقعها وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، قامت على التوحيد من أول يومها وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان. وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان، فما الذي تنقمون منها وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله عليه وسلم: من خرج من السلطان قيد شبر فمات ميتة جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي الكريم الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته، وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل،
أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله وتعصون رسول الله صلى الله عليكم في منازعة الأمر أهله وتعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم، كما في حديث عبادة بن الصامت وألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله في برهان. فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس، احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاصي اعلموا أن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة. فما الذي حولكم عنه؟ أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب فحصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية. كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة، وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة، وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. نقف هنا ثم صلى الله عليه. بعد أن سمعنا لهذا البيان الواضح الجلي الذي حقيقة يحتاج إلى مزيد تعليق، أورد الشيخ أحاديث في صحيح مسلم فقط وغيره، وبعضها في الصحيحين، كلها تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وتحث على لزوم الجماعة، وتحذر من الخروج على ولاة الأمور، وتأمر بالصبر عليهم إن حصل جور أو ظلم أو نقص أو نحو ذلك. وقد سمعنا الفوائد التي استنبطها شيخنا رحمه الله، منها أولا تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا فسقة عاصين، فإنه يحرم الخروج على ولاة الأمور سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. وقد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أثر استئثار بالمال وبالجاه ومنكرات. قالوا ما تأمرون يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي علينا السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. ما قال وتخرجون وتثورون، لا، تسألون الله الذي لكم. قال كذلك استفاد تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بإظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم وإظهار مثالبهم واختلاق مثالب وعيوب لهم. كذب، يظهرون مثالب الولاة ويكذبون في إظهار المثالب. إذا كان الخطأ يسيرا ضخموه ونفخوه، إذا وقع الخطأ أو نقص تجدهم يشيعون ذلك في قروباتهم وفي مجموعاتهم، يضخمون الأخطاء في بلاد التوحيد ويتركون الأخطاء في بلاد من يرونهم يعني عندهم في مقامات رفيعة ممن ينتمون إلى جماعاتهم. فالواجب أن نحذر من هؤلاء وألا ندخل في مجموعاتهم.
ألا يغرك أحدهم بإدخالك في مجموعة له، فإنهم يبدأون في هذه المجموعات تدريجيا، إرسال بعض الأخطاء وبعض العيوب وهكذا، يضخمون ولا ينشرون إلا من هو على منهجهم وفكرهم من دعاة الباطل، فينشأ هذا الحدث وهذا الصغير حاقدا على بلاده ومجتمعه ولولاة أمره، يزرعون هذا في نفوسهم في اجتماعاتهم في مجالسهم. قال: واستعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم، كل هذا من أنواع منازعة الحكام.